يبقى هرجع واقول الحل تاني، ان احنا ندخل في علاقة سليمة وصحية مع شخص يتقبلنا كما احنا على طبيعتنا. be yourself. ما تعملش حاجة غير ان انت تكون على طبيعتك بس. ما تعملش حاجة غير ان هو يتقبلك زي ما انت، ما يخليكش تبذل مجهود، بس هو يكون عارف شخصيتك ويكون عارف حالتك الداخلية، لان نادرا لما هتلاقي شخص بالشكل ده. وانت اطلب معونة ورحمة من ربنا ان هو يرشدك للشخص ده. وقبل ما تدخلي يا جماعة في اي علاقة اطلبوا معونة ربنا، يعني ارشدني يا رب، اديني نعمة في عيون الناس دي عشان اعرف حتى اتعامل، هل هو الشخص ده صح غلط سليم مش سليم، لان العلاقة ليها عواقب طفولية، مش هي في يوم وليلة بس. ونرجع ونقول حياتنا كلها قائمة على العلاقات. العلاقات بتتولد من رحم أمهاتنا، من أول ما الطفل بيتولد وبيحس بالطبطبة على كتفه أو على راسه أول ما بيتولد، أو بالحنو عليه من الأب والأم، بس كده.